السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم النهارده فيديو مختلف، مش هنعمل بقى غدا مع بعض، لا هنعمل مع بعض فطار كده خفيف وسريع وجميل، كله عاملاه في البيت. الوصفة الأساسية للفيديو هي البابا غنوج. والبابا غنوج في ناس كتير بتعمله بكذا طريقة، بس يا ريت بقى تشوفوا الطريقة بتاعتي، هتعجبكم جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم الطعمية دي كمان عاملاها في البيت وهي كانت في منتهى الروعة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هو فطار خفيف جدا، بس الحمد لله طبعا على كل حال وكل شيء، ان النعمة موجودة، الحمد لله نحمد ربنا. يلا بينا بقى على الفيديو نشوف عملنا ايه في الفطار بتاعنا الجميل النهارده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قبل ما نبتدي الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما ننساش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى بدعوه حلوه منكم جميله كده، وكمان كومنت يحفزني زي ما دايما بتحفزوني. وب يعني انا مبسوطه بكل مشترك جديد بيخش قناتي، منور قناتي وعلى راسي من فوق. بحبكم جدا جدا في الله، احلى متابعين في الدنيا. يلا بقى بينا نخش على الفيديو الجميل كده ونشوف عملنا ايه. عندي بقى البطاطس، انا جبتها وقشرتها. بعد ما قشرتها غسلتها كويس جدا جدا عشان لو عليها اي اتربه من بره. ما ينفعش ان انا اقطع كده على طول، لا لازم اغسلها كويس وبعد كده ابتدي اقطعها زي ما انتم شايفين كده. وكل واحد بيقطعها تبع ما هو عايز وتبع ما هو حابب. انا قطعتها صوابع، ولا كبيره ولا يعني ولا تخينه ولا رفيعه، وسط كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت طالعه معايا جميله. وكمان ساعات والله بعملها اضخم كده شويه برضو بتطلع حلوه وفي منتهى الجمال. اقطع بقى البطاطس كده زي ما انتم شايفين، وهغسلها تاني كويس جدا بقى لحد ما الميه بتاعتها تبيض خالص. نطلع منها بقى النشا اللي جواها ده. بصوا بقت عامله ازاي. هبتدي بقى هنا اضيف عليها معلقتين 3 كده من الخل. كمان هضيف عليها حبه صغيرين من الملح واقلبها كويس. عايزه اقول لكم لما بتتحمر بتبقى في منتهى الروعه، تديكي طعم في منتهى الجمال. جربوها بنفس الطريقه كده هتعجبكم جدا. وحطيتها هنا بقى في الطاسه تتحمر. تعالوا بقى نخش على الوصفه الاساسيه للفيديو النهارده اللي هو البابا غنوج. عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم كنت عاملاه يعني بصراحه عجبهم جدا جدا جدا. معايا بقى البتنجان زي ما انتم شايفين كده، انا غسلته كويس وفتحته زي ما انتم شفتوا كده، واجي من تحت برضو بفتحه فتحتين علشان خاطر يستوي معايا. بتعرفي البتنجانه كويسه منين؟ مجرد ما بتحطيها على النار، مجرد ما بتستوي بتهبط. في بتنجان كده بيبقى ناشف تيجي تحطيه على النار ما بيستويش معاكي بسهوله، ما بيبقاش حلو. طبعا البتنجان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك واضح وباين قدامكم اهو. هبتدي بقى ان انا عفوا، بعد ما شققته هبتدي بقى ان انا احطه على النار زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اقلب فيه كل شويه حبه بحبه كده لحد ما بصوا، يعني عايز اقول لكم ما خدش وقت. لو تاخدوا بالكم البطاطس لسه ما اتحمرتش، وهو بصوا عمل ازاي، استوى بسرعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما بيستوى من كل الجوانب بحطه كده زي ما انتم شفتوا عشان يستوي من تحت. هسيبه بقى كده على النار ونروح بقى على الدقه الجميله بتاعته اللي هنحطها عليه. عندي قرن فلفل اخضر وكمان قرن فلفل احمر، لو عندك اصفر مفيش اي مشكله، لو عايز تحطي اي الوان للفلفل حطي، بيديكي في الاخر شكل جميل، بصي بيغري عينك كده ان انت تاكليه. وكمان فلفل حار لو حابه، عايزه اقول لكم بتبقى معموله بفلفل حار تحفه. هنحط بقى ايه فلفل اسمر وكمون وملح، وكمان ما تقلتش في الثوم عشان ما نتعبش. ودقيته كويس بقى ورجعت لكم تاني. طبعا اساسه لسه هنحط الخل والليمون. عندي بقى هنا ايه عشان خاطر لما نقشره ما يتبهدلش مننا ويبقى مسود كده وحش. هنقول بسم الله. حطيت بقى طبق ميه زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا بعمل ايه، امشوا بقى الخطوات دي بالظبط كده. بصوا هتلاقوا البتنجانه بتاعنا معاكم ما شاء الله ما فيهاش غلطه. ما تلاقوهاش بقى كلها قشر اسمر كده ومش حلوه والكلام ده وتقرفوا ان انتوا تاكلوها. بصوا ايدي في الميه وبقشر البتنجانه معاكم واحده واحده اهو. بصوا المنظر والجمال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هحطها هنا بقى واجيب السكينه اقطع اخر جزء ده كده اهو. بصوا ما شاء الله بقى طلعت عامله ازاي. هبتدي ان انا ايه انضف البتنجانه التانية بنفس طريقه البتنجانه الاولانيه، برضو ايدي في الميه، وكمان علشان خاطر ما تحسوش بسخونيه. وبعدين هي لازم تتقشر وهي سخنه كده ايه القشر يطلع معاكي بسهوله. الدقه بقى بتاعتنا عايزه اقول لكم كانت في منتهى الروعه اهو. بصوا انا كده ايه خلصت كمان تاني بتنجانه بنفس الطريقه الاولانيه، ولا بهدلت الدنيا ولا اي حاجه. بصوا ولا ايدي متبهدله ولا اي حاجه. بس كده كمان هحطها وهقطعها
برضو بنفس الطريقه. هبتدي بقى اقطعها كده بالسكينه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا ما شاء الله في منتهى الجمال، ولا مبزره ولا اي حاجه، كانت في منتهى الروعه. ما تيجي تشتري البتنجانه، تشتري البتنجانه تكون طريه كده، ما تكونش محجره. لو محجره ما هتطلع مش حلوه، هتطلع ممرره. عصرت بقى انا هنا الليمون زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى انزل بالطحينه عندي، والطحينه دي اهم حاجه لسلطه البابا غنوج. وانزل بقى اضيف الخلطه عندي اللي انا دقيتها عليه اهو. بسم الله ما شاء الله. هبتدي بقى احط في الهون عندي الخل واقلبه كويس عشان خاطر الخلطه اللي فيه طبعا مش هسيبها، جميله بصراحه. بصوا خل، معلقتين 3 خل كده. عايزه اقول لكم يا جمال البابا غنوج بالجمال بالطريقه الجديده. كمان بقى جبت عودين خضره كده جمال زيكم. طبعا انتوا عارفين الخضره لما بتخش في اي حاجه ليها صحيه يا جماعه، والبقدونس صحي جدا للكلى. كل الحاجات دي اللي نعرف ندخلها في الخضار في الاكل علشان خاطر يغذينا ويغذي اولادنا. كمان بقى كنت هنا قليت الطعميه. بصوا بقى جمال الطعميه عامل ازاي بالسمسم، يستاهل بقكم والله. بس عايزه اقول لكم كانت طبعا ما شاء الله ما شاء الله والله احلى من اللي بنجيبها من بره كمان. ايه طبعا لما بتعملي حاجه في البيت بتبقى ما شاء الله يعني جميله نظيفه، عارفه بتعملي ايه. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. طلعت البطاطس من الطاسه وحطيتها على مناديل الكنكس زي ما انتم شايفين. وكمان البابا غنوج خلص معانا. وعملت كمان طبق سلطه جميل كده عشان يكمل الاكل مع الطعميه الجميله دي. ما ينفعش طعميه يا جماعه من غير سلطه. عايزه اقول لكم سندوتشات الطعميه في البيت بالسلطه حاجه فوق الخيال، ما تخليكيش تجيبي من بره ابدا 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 والله العظيم. يعني مره كده هنعملها مع بعض كده في البيت وهوريها لكم، بتبقى في منتهى الروعه، احلى من بره بكتير. ده كان فطارنا النهارده خفيف وسريع وجميل. والوجبه الاساسيه بتاعه الفيديو زي ما قلنا كانت سلطه البابا غنوج. اسيبكم بقى في رعايه الله واجيلكم بوصفات كتير جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى متابعين في الدنيا. اجيلكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو اجمل واجمل.